السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من افكار اللانش بوكس. في الفيديو ده هنعمل الجزء الثاني من 4 افكار للانش بوكس لاولادنا الكبار في اعدادي وثانوي، وكمان تنفع لينا احنا في الشغل بناء على طلب الجماهير. يلا نبتدي على طول. تعالوا نبتدي على طول مع الفكرة الأولى، وهي فكرة سهلة جدا وممكن كمان تعملوها بنفسكم من غير ما حد يساعدكم. هنا بس عبارة عن توست أسمر محشي بزبدة فول سوداني مع مربى من الفراولة، موزة بيبقى طعمها جميل قوي مع الساندوتش ده، شرايح من الجزر مع زيتون أخضر مخلل. ممكن بس تحتاجوا حد يساعدكم في تقطيع الجزر. وهنا هناخد كمان حبة من البسكوت المملح وحبة من البريتزلز المملحة، علشان لو الساندوتش حلو شوية بنحتاج معاه حاجة مالحة، فعلشان كده انا ضفت الحاجات دي في اللانش بوكس. وكمان عصير بالبرتقال ورايب او لبن اكتمل بالفراولة، وما تنسيش تاخدي معاكي مية. تعالوا بقى نشوف الفكرة الثانية. تعالوا نعمل مع بعض الساندوتش الظريف جدا ده واللذيذ جدا، وهو اسمه ساندوتش تورنيدو. هحكي لكم لما نحط الحاجات كلها مع بعض الاسم والفكره كلها جت من فين. فانا بس هنا حاطه رشه من المايونيز جوه الساندوتش، وحطيت عليه فراخ بانيه كانت باقيه عندي من الغدا، وعليها هحط رشه من جبنه موزاريلا، او انا كان عندي كمان ميكس بتاع اللي هو الموزاريلا والتشيدر مع بعض، فحطيت رشه منه فوق الفراخ. وعندي زيتون مخلي هقطعه شرايح رفيعة واحطه فوق الجبنة على طول. وبعد كده قبل ما هقدمه هحطه في الميكروويف لمدة 30 ثانية، لغاية بس لما الجبنة تسيح والساندوتش كله يتماسك مع بعضه. وبالهنا والشفا وطعمه جميل جدا. تعالوا نشوف اللانش بوكس على بعضه. انا هنا حطيت الساندوتش اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. هو ايه بقى فكره الساندوتش ده؟ انا الساندوتش ده كنت باكله في الجامعه، كان بيتباع في الكافتيريا بتاعه كليه الصيدله، وهما اللي اطلقوا عليه اسم ساندوتش تورنيدو. بس يعني كان من الساندوتشات المفضله عندي خالص في الكافتيريا، فحبيت ان انا اشارك الوصفه بتاعته والطريقه بتاعته معاكم. فهو بس بكل بساطه عباره عن فينو جواه مايونيز وفراخ بانيه، رشه جبنه موزاريلا وشرايح من الزيتون الاخضر او الاسود. وما تنسوش ان انتوا تحطوه في الميكرويف 30 ثانيه تقريبا قبل ما تقدموه، او قبل ما تحطوه في اللانش باج ويروح المدرسه. هنا هنضيف معاه بس لبن ابيض، حاجه حلوه من رافاييلو، ودي حاجة حلوة المفضلة بتاعتي، ويوسفندي وشرايح من الخيار. وما تنسوش تاخدوا معاكم المية بتاعتكم دايما. دي كانت الفكرة التانية. تعالوا نشوف مع بعض الفكرة التالتة. تعالوا نعمل الفكرة التالتة مع بعض. ففكرة الساندوتش هنحتاج فيها بس توست أسمر ومايونيز، ممكن تستخدمي اللايت عشان بيكون فيه دهون أقل، خس رومي مدخن أو صدر الديكور رومي المدخن أو الحبش، وجبنة جودة. اول حاجه هعملها ان انا هحط بس مايونيز على الناحيتين في التوست. انا بس هنا سبقتكم حطيت حته صغيره، فهنكمل عليها وهنفرد المايونيز كويس خالص على التوست بالشكل ده. ممكن تحطي من ناحيه مايونيز ومن ناحيه كاتشب، عايزه تحطي اي حاجه طبعا براحتك خالص. وبعد هنا ما فردت المايونيز كويس، هحط هنا الرومي المدخن على الناحيتين. وانا بفضل الرومي المدخن عن المرتديلا او اللانشون، لان بيكون فيه قطعيه اللحمه باينه وما تكونش حاجه مفرومه انت مش عارفه ايه اللي جواها. وبعدين هحط شريحه من الجبنه الجوده، وهحط بعد كده في النص هنا خس. وهقفل بعد كده التوست وهحطه في التوستر لغايه لما بس التوست ياخد لون والجبنه تسيح. وده شكل التوست بعد ما طلع من التوستر على طول. انا بس هنا قسمته على مثلثين، ممكن تقسميه كمان على 4 مثلثات زي ما عملنا قبل كده، يعني هتبقى براحتك خالص وحسب اللي انت بتحبيه. وتعالوا بقى نعمل مع بعض حاجة ظريفة هتحبوها جدا ان شاء الله. هنجيب هنا علبة صغيرة بس يكون ليها غطا، وهنحط فيها نوتيلا. ممكن طبعا تستخدمي اي نوع شوكولاتة قابلة للدهن، او النوتيلا اللي تتعمل في البيت، او زبدة الفول السوداني حسب تفضيلك الشخصي للحاجة اللي انت بتحبيها.
وبعدين تعالوا نحط بقى شوية حاجات بتبقى حلوة قوي مع النوتيلا. فانا هنا عندي حبة من البريتزلز هنحطها هنا كده، وكمان عندي شوية هنا من المارشميلو. هنحط كمان هنا بقى شوية حوالين العلبة الصغيرة دي. وكمان عندي نحط فاكهة بقى، ممكن هنا نحط فراولة، ولو انت بتحبي ممكن كمان تحطي موز، بس يعني لو هتحطي موز حطيها مقفولة علشان تفضل زي ما هي وما تغيرش طعمها ولا لونها لغاية لما توصل للمدرسة. نحط بقى هنا شوية خضار، انا حاطه خاصة في الساندوتش، بس ممكن هنا برضو نزود شوية من الخيار. واخر حاجة هضيفها لبن اكتمل بالفراولة او رايب اكتمل بالفراولة. ودي كانت الفكرة الثالثة. تعالوا نعمل مع بعض اخر فكرة ان شاء الله. الفكرة الرابعة هنعمل فيها الكريب بالنوتيلا. انا وصفة الكريب عملتها قبل كده على القناة، وهسيب اللينك بتاعها في صندوق الوصف ان شاء الله. وانا بعمل كمية كبيرة واحطها في الفريزر، وطلعت منها دلوقتي 3 من الكريب، حطيتهم بس في الميكرويف لمدة 30 ثانية ورجعوا كأنهم لسه معمولين دلوقتي على طول. هنجيب بقى النوتيلا، هحط بس على نص الدايرة شوية من النوتيلا. تعالوا بقى نعملها بطريقة او بشكل مختلف عن الفيديو اللي على القناة. فانا هنعملها تبقى نص دايرة، وبعد كده هنعملها تبقى مثلثين، برضو بتدي شكل ظريف كده وجميل. تعالوا كمان هنعمل 2 كمان، وبعد كده هنحطهم في اللانش بوكس مع بعض. وخلاص هنا انا عملت 3 من الكريب بالنوتيلا على شكل مثلثات، هنحطهم مع بعض هنا في اللانش بوكس. شكلهم بقى ظريف جدا ومغري جدا، مش كده؟ واحلى حاجة بقى بتمشي مع الكريب بالنوتيلا هي الفراولة، فهنحط هنا شوية من الفراولة، وممكن كمان نضيف عصير بالبرتقال. وبالنسبة للخضار هحط هنا شرايح من الجزر ومعاها شرايح من الخيار. وبمناسبة بقى ان اللانش بوكس كده تقريبا كله بقى حاجات حلوة، هنحط هنا بسكوت مملح. ده بسكوت اسمه ريدز، ممكن اي نوع بسكوت مملح او بسكوت بالجبنة، حاجة بس تعادل الحلاوة بتاعة اللانش بوكس. انتوا عارفين احنا بنحب بعد ما ناكل حاجة حلوة ناكل حاجة مالحة، وبعد حاجة مالحة حاجة حلوة وهكذا. فدي كانت اخر فكرة معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم والافكار عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد قريب ان شاء الله.